تحياتي. معانا عملة مصرية فئة 1 مليم، مادة الألمنيوم، مادة الصنع من مادة الألمنيوم، إصدار عام 1972 ميلادية، 1392 هجرية، فئة 1 مليم، مصنوعة من مادة الألمنيوم، ليست سبيكة ولكنها مادة الألمنيوم فقط. ده وجه العملة الذي يطلق عليه المصريون ملك، تحمل صورة النسر، جمهورية مصر العربية. هذه العملة تم صك آلاف القطع منها، لذا ينطبق عليها ما ينطبق على تحديد أسعار العملات، اللي هما النقطتين الفاصلتين لتحديد أسعار العملات: الحالة والنظرة. طبعا شرط النظرة ينتفي من هذه القطعة لأنها متوفرة وبشدة في جميع الأسواق، ومع معظم تجار العملة ومع معظم هواة جمع العملات. لذا ننظر إلى الشرط الثاني وهو الحالة. لما تكون الحالة بتاعة العملة مكتوبة مثلا جمهورية مصر العربية والأرقام 1 مليم، تكون حالة شعبية، الذي نطلق عليها شعبية أن تكاد تكون ممسوحة. هي يكون سعرها بيقل عن السعر ال10 جنيه، هي سعرها 10 جنيه لو هي حالتها أنصر. أنصر معناها إنها كأنها لسه خارجة من دار السك. لما تكون هنا مثلا تلاقي النسر ممسوح وشعبي ممسوح من كثرة التداول، يبقى هنا سعرها بيقل. تمام. بقى لنا أن نذكركم أن باللايك للفيديو إذا أعجبكم، وديسلايك إذا الفيديو لو ما عجبكش. وبقى لنا أن نطلب منكم فضلا ليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. شكرا.